مساء الفل والهنا على كل حبايبنا على شاشة القاهرة والناس، ويومكم نادي بالصلاة على النبي، وإن شاء الله يا رب يجعله رمضان كريم عليكم. يعني أنا زعلانة إن رمضان بيفرق ويمشي والأيام المفترجة عمالة تسيبنا وتمشي، بس يلا دوام الحال من المحال، وإن شاء الله يا رب يجعل أيامنا كلها مبروكة وأيامنا كلها حلوة. النهاردة إحنا هنعمل نوع من السلطة هو مش غريب، بس هو النوع ده ممكن ناكله جنب رز، جنب مكرونه، اي حاجه. هنعمل بقى ايه؟ هنعمل سلطه فجل بالحمص. فجل، ده فجل اهو. احنا متعودين نشوف الفجل يعني حته قد كده، يعني طول الصباع وليه ورق وبيبقى فجل ورور. ده فجل بيتطبخ، بتعمل سلطه، بتعمل بالدمعه، بتعمل بالصوص، بيخش في كل حاجه. نوع الفجل ده في الأساس في الصين بيطبخوه ويمكن قعدوا يمكن 20 سنة عايشين على الفجل والرز والنبات ده. فاحنا النهارده هنعمله سلطة، وممكن السلطة دي يتاكل جنبها رز. شوفوا شكله اهو، ده شكله. ما تستغربوش لشكله، انا استغربت برضه اول ما شفته في السوق، بس قلت لازم زي انا اول مرة اشوفه، في ناس كتير اول مرة تشوفه، فنتعرف على الحاجات مع بعض. فهنعمل منه سلطة النهارده. السلطة دي تتاكل جنب رز حلو قوي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وممكن كمان الفترة الجاية، هو ده موسمه على فكرة، فالفترة الجاية ممكن ان احنا نطبخه مع بعض. نطبخه، بيطبخ عادي جدا زي اي طبيخ، زي ما بنطبخ الكوسة، زي ما بنطبخ البطاطس. بيتعمل بكذا طريقة. الفجل ده المقادير النهاردة سهلة: نعناع اخضر وجزر مبشور وحمص الشام مسلوق وفلفل احمر وفلفل اصفر وكرنب احمر، ومعانا الفجل. تمام كده. هنجيبه بقى ونقشره كده. هو بيبقى طري زي اللوبيا، مش ناشف، بيبقى طري، فجل طري عامل زي الفجل الورور بتاعنا اهو. موجود منه يعني، مش هتشوفوه كتير، بس ممكن تعتروا فيه، يعني زي انا ما عطرت فيه كده ممكن تعتروا فيه. بس هو كتير قوي 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 في الصين وفي اليابان، لان هم عايشين عليه، بيطبخوه، بيعملوه سلطه جنب الرز، وبياكلوه مطبوخ، وبيعملوا له صوص، وبيدخلوه في اللحمه وفي الفراخ، في حاجات كتير قوي. فاحنا يعني ليه ما احنا ما نستفادش؟ وليه فوائد كتير قوي قوي، ده ليه فوائد ياما. فاحنا النهارده هنعمله سلطه اهو. وناس كتير قوي ما بتعمل السلطه البلدي بتاعتنا العاديه وتاكل جنبها رز. ليه ما ندخلش فيه الفجل ده اهو؟ احنا هنبشره، هو طري برضو اهو، مش شايخ ولا حاجه، رغم ان هو حجمه كبير كده، بس هو مش شايخ. وهتلاقوه ريحته بقى ايه، ضربه على فجل من الفجل الحراق اهو. عارفين كده لما تجيبوا فجل بلدي من بتاعنا وتيجوا تاكلوه تلاقوه حراق اهو، ده زيه اهو، وابيض زي الشمع اهو. النهارده يومنا ان شاء الله يكون حلو. الهاشتاج بتاعنا النهارده مميز شويه، هو في مميز شويه، هو المحبه تشفي الروح. المحبه تشفي الروح. شوف بقى كده، لما تحب حد تلاقي روحك كده هاديه وحلوه، وتحس كده ان ما عندكش اي مشاكل في اي حاجه. بس امتى بقى؟ عاوزه كل حبايبنا اللي هيكلمونا النهارده نتناقش سوا كده مع بعض، ونشوف امتى المحبه دي بتشفي الروح. ازاي دلوني اهو. كفايه كده، طري وكله ميه وعامل زي الخس. هنقلب بقى ده كله على بعضه. نجيب بس طبق كبير كده. معانا مين يا جماعه؟ ام ادري. صباح الفل على عيونك. صباح الفل والهنا يا ست الكل يا قمر. عامله ايه؟ الحمد لله بخير. النهارده كل بنقول سنه وانت المحبه طيبه. تشفي الروح. كل سنه ايوه وانت طبعا. طيبه.
كل من سنه غير وانت محبة طيبه. الناس ما تعرفش تعيش. الله ينور عليكي. لازم الله. المحبة. لازم المحبه. ايوه طبعا. من غير محبه مش هنلاقي نفسنا. لا طبعا، مش هيبقى في حب. مش هيبقى في حد. ما الجنه من غير ناس ما تنداس. ايوه صح. لازم اه نحب بعضنا عشان نقدر نعيش. بس ما نحطلهاش شروط بقى. انا مش هحبك غير اذا كنت تعمل كذا، انا مش هحبك غير اذا كنت تعملي كذا. مش لا هنحط لا لها بقى لا، شروط. المحبة من القلب. الله ينور عليك. انت من عاملة القلب ايه؟ للقلب رسول يعني. ايوه طبعا. النبي وصى. النبي عليه الصلاة والسلام وصى صح على 7 جار. صح طبعا. اه انا هنا عندي انا وجيراني زينا زي واحد بالظبط، كأننا اهل. اللهم صل على النبي. ما هو الجار والله. اقرب من الاهل كمان، خلي بالك. ايوه طبعا، انا عندي والدتي الشقتين قصاد بعض مفتوحين 24 ساعة. الله اكبر، ربنا يديها الصحة وطولة العمر. ربنا يخليكي يا رب، يخليكي لينا ودايما منورة الشاشة يا رب. ربنا يخليك يا ست الكل. ايه رأيك انت في الفجل ده؟ انا اول مرة اشوفه بصراحة. صح، بس هو بقى طلع ان في اليابان بياكلوه جنب الرز والمكرونه وبيطبخوه، وبقالهم يجي 20 سنه عايشين عليه. والله بس هو شكله هيبقى يعني مفيد يعني، طبعا اكيد. طبعا طبعا، ده ليه اه. فوائد كتير. خش على الصفحه بتاعتنا النهارده هتلاقيني كاتبه لكم كل الفوائد بتاعت اللفت. ربنا يخليكي يا ست الفجل ده. غالية، والله بتعلم منك كتير والله. ربنا يخليك يا ست الكل. اه والله. تسلمي لنا. كل سنة وانت طيبة، وكل الكاست اللي معاكي كويس وطيب، وربنا يديم عليكم الأيام بخير يا رب. تسلمي. ده انا النهارده حلفت لاعمله تورتايه من كتر ما هو مفيد وشكله جميل. أيوة، ما أنا شايفة الطبق قدامي أهو، اللهم إني صايمة بقى. يروح لك لحد البيت يا ست الكل. الف هنا. ربنا يخليك. مش ناوية تشرفينا في القناطر شوية بقى ولا إيه؟ هنجيلكوا. ده انتوا يعني بلد، احلى بلد في الدنيا. إحنا ده كفايه جنبك ان يعني منها مش ممدوح ابو بعيد. العيله. إحنا جنبك مش بعيد. ربنا يخليكي. تسلمي. الله يخليك. ان شاء الله تعالي بس نجيلكوا. كده وتنورينا، وبعدين أنا عايزة أعزمك عشان فرح أختي قريب بقى، وأنا قلت لك هتيجي مع عندنا ونغني مع بعضينا. ان شاء الله ان شاء الله. لو عندي ان شاء الله وقت فضا اجيلك على عين غاليه. إن شاء الله. ربنا يخليكي، تسلم عيونك يا رب. تسلمي. سلمي لي على أولادك وسلمي لي على ياسين. تسلمي. كل سنه وانت طيبه وبخير. تسلمي لنا. طبق السلطه مش لازم يبقى كله فوق بعضه، ممكن برضو نعمل له شكل حلو ويبقى برضو في الاخر اسمه طبق سلطه. بس نقعد مثلا نشكله كده بدل ما يبقى كله فوق بعضه اهو. وبعدين ده سلطه فجل. مش اي سلطه بقى، فجل يا جميل. ست لطيفه. اهلا اهلا. اهلا مساء بيكي. الخير. سنور على عيونك يا قمر. الله يسلمك حبيبتي، شلونك انت؟ ايش اخبارك؟ الحمد لله. شلونك؟ شلون اخبارك انت؟ ياسين وخواته؟ الحمد لله. وأبوهم؟ الحمد شلون لله بخير. الوالدة؟ الله يعافيك، الله يسلمك. والله كل عام وانت بخير، مبارك عليك الشهر. تسلمي لنا يا ست الكل يا قمر. ربنا يديك الصحة. تسلمي. وياك الله يسلمك حبيبتي. أنا لسه الله كنت يسلمك. لسه بقول إن المحبة تشفي الروح، وكلامك الحلو ده يشفي الروح على طول. الله يسلمك، والله انت اللي كلامك يشفي الروح. تسلمي. انت كلامك الله يسلمك. ما هي المحبة ملهاش شروط يا ست الكل، دي بتنزل كده على القلب زي التلج والله. البارد. اي والله، المحبه في القلب يعني، من غير ما الواحد سبحان الله تشوفي الانسان انت تحبينه يعني، من غير ما هذه، من غير مقدمات، من غير نحب كل الناس. الله ينزل المحبه في القلب من يعني ما ادري. تسلمي. ربنا ينزل المحبة على قلوبكم. الله يسلمك الله يسلمك. تسلمي لنا. الله شرفتينا. يسلمك، كل عام وانت بخير، وسلمي لي وبوسي لي ياسين، ان شاء الله نشوفه ان شاء الله بالصحه تيجي والسلامة. تشرفينا على راس غالية من فوق. الله يسلمك حبيبتي، الله يسلمك عمري، سلمي عليهم. تسلمي لنا يا جزاك ست الله الكل. خير. مشكوره. شرفتين. هنرصه بقى كده اهو. ادوله كل الالوان اللي تعجبكم. طبق السلطه ده هيتاكل ممكن جنبه رز مع الفجل ده. الفجل ده زي ما قلت حلو اهو. هنحط بقى الحمص كده في النص. ده احنا لسه هنحط له ورقتين نعناع كمان.
تقدروا تحطوا زيت زيتون، تقدروا تحطوا زيت عادي، حطوا الزيوت اللي تريحكم واللي تعجبكم. اهو نوسطنه بس كده كده هنحط له بقى شويه نعناع، مش كتير، هم ورقتين بس كده حلوين، او نحط له ورقه بس كده في النص وخلاص. اللي عاوز يضيف نعناع كامل يحط اهي بس كده. ممكن بقى نحط عليه شويه زيت زيتون، نحط شويه كمون بسيط. لو هناكل جنبه رز ممكن ما نحطش ده كله وناخد من الخضار ده زي الصينيين كده لما بياكلوا كل حاجه صحيه، ولا بيحطوا زيوت ولا بيحطوا اي حاجه. تاخدوا من الفجل ده سلطه الفجل وتروحوا على طول حاطين على الرز على المكرونه لحد بقى لما نتصرف بعد كده. انا هعين دي ان شاء الله بامر الله هنطبخ منها. يعني انا عملت سلطه دي بقى هعينها عشان نطبخ منها، انها متعه شويه كده وكبيره فنقدر نشكل منها زي ما احنا عاوزين. ان شاء هنطبخ منها بدمعه. وكل حبايبي اللي يعرفوا الفجل ده بيطبخ ازاي او وصفه لطبخ الفجل يكتبوها لي على الصفحه. اي حد من حبايبنا سواء العرب او المصريين او الصينيين طبعا هيكتبوا ياما وصفات، اكتبوا لي على الصفحه وصفه لطبخ الفجل. وهنخش النهارده وهنخلي دي نطبخها بكره، نشوف وصفه حلوه للطبيخ ونطبخها بكره. كده هناخد فاصل ونرجع هنعمل مع بعض بقى ايه؟ قراطيس القطايف. فاصل وراجعين. رجعنا تاني بعد الفاصل. هنعمل مع بعض النهارده القطايف القراطيس. ايه يا غاليه القطايف القراطيس؟ هنجيب القطايف، هو مقاديرنا قطايف وشربات واي نوع مكسرات تحبوه وزيت للقلي، بس كده مش اكتر من كده. عجينه القطايف نفسها مقاديرها سهله جدا. هي بتبقى عجينه القطايف نفسها كوبايتين دقيق، عليهم نص كوبايه دقيق بسبوسه، معلقه خميره كبيره، معلقه سكر. هنمسكهم نعجنهم مع بعض في الخلاط زي ما بنعمل الكريب، وبعد بالميه طبعا بنحط لهم ميه، وبعد كده بنروح حاطينهم في بوله وسايبينها تخمر، ونبتدي بقى ولما تخمر وتعلى نديها كف نربها تاني كده، نرجعها تاني هبطه ونعمل منها زي الكريب بالظبط. ده عجينه القطايف نفسها سهله جدا وانا هبقى اعملها لكم يوم. هنعمل بقى القطايف القراطيس دي ازاي؟ القطايف عدوها الهواء، عدوها الهواء، الهواء ينشفها ويخليها ما تعرفوش تشتغلوها خالص. فهنجيب القطايف ونيجي من هنا ونروح عاملينها كده قافلينها كده قرطاس اهي، بس نخلي ايدينا كده عشان ندي مساحه وسع اهي كده. في ناس بتعملها بنفس الشكل وبتبقى نيه، لا احنا النهارده هنحمرها عادي خالص ونعمل لها الحشو بتاعها سواء كريمه او مهلبيه او قشطه على حسب ما تحبوا واللي انتوا موجود عندكم اهي كده. نيجي كده ونقفل اهو. طول عمرنا كنا نعملها نحشيها بقى، زمان كنا نعملها ونحشيها بالزبيب وممكن بالبلح، وكنا نحط فيها حاجات كتير. وممكن تحشوها يا مش رمضان القراصيه والمشمشيه اللي يحب، غير المكسرات طبعا. عاوزين تحشوها مهلبيه ماشي، اللي تحبوه اهو كده كده اهو كده كده. انتوا عارفين بقى لما نحب حاجه بجد احنا محتاجين نحب، لان المحبه بتشفي القلوب من الوجع. اما قلبك كده يبقى واجعك وكوني كده بتحبي حد وتشوفيه تحسي ان قلبك ارتاح، لما تروحي تزوري حد بتحبيه تحسي ان قلبك ارتاح. ما هي المحبه ايه؟ ما احنا قلنا بتشفي القلوب، فلازم نحب ونتحب، محتاجين نحب ونتحب اهو كده. لازم صباعنا يبقى جوه كده وسايبينه الربع وجوه الثلاث ارباع الصباع عشان نقفل عليه عشان يبقى جوه فيه مساحه. احنا مش عاوزين بس الزيت يبقى سخن قوي عشان ما تنزلش تتشعف اهو، بس نقفل كويس قوي عشان ما تفتحش اهي وتبقى قرطاس كده. واحنا بننزل في الزيت ننزل كده نغرفها زي ما يكون ودن قطه كده اهي. نقفل كده اهو كويس وننزل كده ودن قطه.
الشربات بتاع الكنافه وبتاع القطايف وبتاع كل الحلويات زي ما قلنا قبل كده، كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه عليهم ليمونه. شربات البسبوسه الوحيد اللي بيختلف شربات خفيف وما يغليش غير غلوه بس كده، لكن بقيه الحلويات تقريبا زي بعض اهو. القطايف مش هتقفل معاكو طول ما هي مش صبحه، تفتح على طول في الزيت. لو هي صبحه وما خدتش هوا هتقفل وتبقى زي ودان القطط، طريه كده زي ودان القطط بالظبط اهي. وننزل في الزيت قرطاس اهو. الحشو هنا ممكن نحط مهلبيه، نعمل مهلبيه العاديه بتاعتنا ونحشيها بعد ما تطلع. ممكن نحط كريمه زي احنا ما هنعمل النهارده، ممكن نحط نحشيها من جوه فاكهه مع كاستر اللي يريحكم. هي المهم حاجه في التقفيله وفي القطايف نفسها اهي. بس كده نعلي عليها. العسل لازم يكون بارد، العسل بتاع القطايف عسل بارد، تطلع القطايف سخنه تخش على عسل بارد تتصفى بعد كده نشتغلها اهو. ست أميرة، يا أستاذة أميرة، أستاذة أميرة، ازاي حضرتك اشتغلي عامله ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، محبتك تشفي القلب العليل. رمضان كريم. الله أكرم، الله انا بحب أكرم. حضرتك قوي وبحب اكلك جدا. تسلمي وتعيشي يا ست الكل، ما هي المحبة كده واصلة للقلوب من غير كوبري، على طول راحة جاية. ربنا يخليك. انا بس عايزه اطلب من حضرتك طلب، ممكن؟ أموريني أمر. انا ماما تطلع مع حضرتك في البرنامج لان هي بتطبخ حلو، بس طبعا يعني بتطبخ حلو ومبسوطه قوي يعني من البرنامج بتاع حضرتك. ينفع تطلع معاكي؟ على راس غاليه من فوق. سيبي رقمك في الكنترول وتيجي تشرفنا هنا وتعمل كل اللي نفسها فيه، تؤمر. ربنا يخليكي يا ست غاليه، ربنا يخليكي، شكرا. العفو يا ست الكل. هنقلبها بقى كده اهي. القطايف يعني اللي بتحتاج شويه زيت يكونوا مغطيينها علشان خاطر ما تجنبش، ما تبقاش جنب محمر قوي وجنب ابيض عشان ما تجنبش اهي. هي اول ما هتشد وتبقى على وضعها القرطاس بتاعها مفتوح هتبقى زي الفل، ما تقلقوش منها خالص اهي. في ناس كتير بتشتكي ان القطايف بتطرى. القطايف تطرى لو هي طالعه سخنه على عسل سخن، ولو هي اتعملت واتغطت، حتى لو العسل بارد واتغطت برضو هتعمل طريان شويه، لان البخار اللي فيها هيخليها طريه، هيخليها طريه اهي كده زي الفل. لازم تتحمر كويس عشان برضو ما تطراش، لان اول لما يبقى لونها كده زي ما انتم شايفين كده ذهبي كده يبقى كده تمام ومية مية وزي الفل اهي كده، ما تطراش، لازم تاخد لون حلو، لون ذهبي حلو. هننزل على العسل اهو تمام. هنطلع على طول، ما تسيبوهاش جوه العسل، هي يا دوبك تنزل تاخد العسل اهي. شوفوا مخرفشه ازاي، تطلع تتصفى. ما نسيبهاش جوه العسل، لازم نصفيها كده من العسل عشان ما تشربش كتير زياده عن اللازم. اللي يحبها بقى عسلها زياده قوي يسيبها في العسل، لكن هي كده كويسه. وبصوا الفتحه بتاعتها اهي تاخد الحشو مرتاح، مفتوحه والحشوه تاخد مرتاح اهي. بس كده هنبتدي بقى نحشيها. نطلع بس دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نركن دول. اي مكسرات بقى، انا عامله سوداني وجوز هند، انتوا اي مكسرات تحبوها. هنجيب بس كده طبق عشان نرص فيه. هنجيب، انا عامله برضو شويه عشان نقدر نملى الطبق نفس الشكل، نفس الشكل. ده كريم جانتيه، هنجيبه ونضربه بكوبايه لبن او كوبايه ميه ساقعه بس. ممكن زي ما قلت تبقى مهلبيه، ممكن تبقى فاكهه، ممكن تبقى كاستر، على حسب انتوا تحبوا ايه وانتوا عاوزين ايه اهو. اهو زمان كنا بنعملها بالمهلبيه ودلوقتي برضو ما زلنا بنعملها بالمهلبيه على حسب
اهو. بس كده برضو بتبقى شكلها حلو. وبرضو اللي عاوز برضو يشتري حاجه اصل مش كل حاجه هنقدر نعملها، برضو في حاجات لازم هنشتريها وحاجات هنجدد فيها، فاللي عاوز يعمل براحته. اهي بصوا شكلها بيبقى جميل ازاي. اهي دي ان شاء الله نهديها للاستاذ وجدي عشان كل سنه هو اللي بياخد القطايف دي، زي ما خد الكنافه امبارح وما جابش الطبق. ادي اهو. ونحشيها كده، هنفضل بقى نحشيها كده ونقفل وزي ما تحبوا. اهي الصوبيا ده احنا عملنا شويه صوبيا كانت حلوه جدا. انت ما كنتش موجود يا عم حسين في الصوبيا. الصوبيا زي ما قلت لكم بتبقى جميله قوي بدقيق الرز، وممكن اللي مش عاوز يحط دقيق رز يحط لها نشا عادي مش هتفرق. الاتنين واحد، الاتنين ماده ربط اهو. دي بقى عزومه اي حاجه اعملوا اللي يريحكم. اهي احنا بنديكم الفكره وبراحتكم. طبعا لان اللي في ناس بتحب تحط لوز اخضر وفي ناس ما تقدرش بس عاوزه لونها اخضر، بيجيبوا السوداني ده ويدقوه زي ما انا عاملاه كده ويحطوا له لون اخضر من بتاع الحلويات فيبقى شبه الفستق شويه ويعملوا بيه. بس انا يعني بقول الحاجات اللي شكلها طبيعي احسن من الالوان عشان العيال الصغيره. اهو كده هنفضل بقى كده نحشي كده مع نفسنا عشان النهارده معانا ضيفه صغنطوطه وحلوه وبرضه هتطبخ وهتعمل اكل حلو قوي قوي قوي. فهنشوف بقى دلوقتي هنعمل معاها ايه الضيفه الحلوه دي. اهو نرص كده. الله عليكي يا قطايف، ان شاء الله يا رب يعودها على الناس بالمحبه والخير وما يقطعش لحد عاده ابدا، يا رب ما يقطع لحد عاده والناس كلها تبقى مبسوطه وتعمل. يعني القطايف دي من العادات الحلوه ومن الحاجات اللي احنا بنحبها. حبايبنا من بورسعيد حاج احمد، كل سنه وانت طيب يا ست غاليه. كل سنه وانت طيب وبخير وسعاده. ربنا يسعدك ويسعد قناه الناس بكل الناس اللي فيها. ان شاء الله تسلم. ده انت بقى حبك للسمك مفيش منه. لا طبعا والله، امال ايه. انت طبعاً. بقى اللي حب السمك يشفيك صحيح. ربنا يسعدك يا ست غاليه ويسعد الناس اللي عندك الطيبين دول والقناه الجميله ديت، والله العظيم انا حريص فيها على طول. ربنا يديك الصحه. والقطايف بتاعتك الجميله ديت كان نفسي انا بقى ايه انت تدوقهاني، بس انا عايز اعزمك بقى على السمك عندي. ان شاء الله هنجيلك هنجيلك بورسعيد. طمني على بورسعيد واهلها والسمك عامل ايه؟ كويس وزي الفل والله يا ست غاليه. الحمد لله، يا رب ديمها على الناس نعمه. كويس كويس، وابتدات الدنيا تتحسن حبه حبه ان شاء الله. ما طبعا اللي ليه اول ليه اخر يا حاج احمد. تمام يا ست غاليه تمام. اللي ليه اول ليه اخر، وان شاء الله يا رب يدومها علينا نعمه كلنا. يا رب يا ست غاليه، وانت اولادك بخير. الحمد لله والله احنا في نعمه الحمد لله. ربنا يجعلك بخير وتسلم ايدك على الحاجات الجميله ديت. ان شاء الله تسلم وتعيش، مش هيجي احسن من السمك اللؤلؤ بتاعكم الحلو. ربنا يخليك. لا ان شاء الله باذن الله هتيجي بقى قريب بقى انت بقى والاستاذ الاساتذه المعدين والمخرج الجميل بتاعي اللي وعدته ما جاش. لا ان شاء الله هنجيلك ان شاء الله هنجيلك. ماشي. في رمضان نعمل لكم حاجه حلوه ان شاء الله. حاجة. ان شاء الله تسلم وتعيش. ان شاء الله تسلم كل عام وانت طيبه يا ست غاليه. وانت طيب وبخير. تسلم لنا. ربنا يحفظكم يا رب. الله يخليك يا حاج، تسلم وتعيش. شرفتنا. كده احنا ادي شكل القطايف بيبقى ده شكلها. ممكن كمان تجيبوا فاكهه وتقطعوها صغنطط قوي وتشكلوا بيها، تحطوا مثلا معاها شوكولاته ملونه زي انا ما هرش عليها دلوقتي شويه شوكولاته ملونه اللي يريحكم. هناخد فاصل ونرجع نكون شطبنا الطبق ودخلت لنا الضيفه الحلوه بتاعتنا. فاصل وراجعين. رجعنا تاني بعد الفاصل. ادي خلصنا القطايف وزي ما قلنا الحشوه ممكن مهلبيه ممكن كريمه اللي يعجبكم. ممكن تحطوا اي مكسرات على قد ما انتوا عاوزين. هنحط برضو عليها شويه الوان كده. دي شوكولاته اللي هي براغيث الستة وبيقولوا عليها فورماسيه بس انا بقول لها عليها براغيث الستة طول عمري. بحب كده الونها بيها عشان العيال ياكلوا كده ويتبسطوا. اهي.
وكمان بتدي شكل حلو قوي ليها. ممكن كمان تحطها يعني من فوق الوش كده، او على حسب ما تحبوا تلونوا بيها في قلب المكسرات ده او ده، برضو الاتنين حلوين اهي. نديها كده شويه كده في النص كمان في قلب الطبق. ايه رايك بقى يا فروحه في شويه القطايف دول؟ حلو قوي. ها، حلو. كل سنه وانت طيبه، وانت النهارده شرفتينا. شكرا. قولي لي بقى يا فرح، انت هتطبخي لنا ايه النهارده عشان معانا دردشه كتير بقى؟ هعمل اجنحه فراخ بالخلطه بتاعتي. بالخلطه بتاعتك؟ انت مسميها خلطه فرح؟ طب قولي لنا بقى المقادير كده والخلطه عشان نلحق ندخلها الفرن ونحكي براحتنا. عندي معلقتين صغيرين ملح. ايوه. ومعلقه صغيره فلفل اسود. ومعلقتين صغيرين بابريكا. تمام تمام. ومعلقه صغيره نشا. نشا. هي الخلطه دي صيني؟ صيني. يعني انا النهارده اجيب فجل بياكلوه في الصين واليابان، وانت النهارده جايه تعملي لي جناحه فراخ بالخلطه الصيني، يبقى بصره بقى. معلقه صغيره توم باودر. ايوه. معلقه صغيره بصل باودر. تمام. معلقه صغيره سكر. ومع 3 معالق صغيرين من سمسم. سمسم. ايوه. و3 معالق صغيرين زعتر برضو. تمام. ومعلقه صغيره كزبره. كزبره ناشفه. ومعلقه صغيره لبن باودر. يا اختي مقاديرك كتير قوي. قولي لي المقادير دي بقى انت اللي بتشتريها من مصروفك، ولا ماما اللي بتشتريها لك، ولا ايه النظام؟ ساعات وساعات يعني، بس الاكتريه هي بيبقى عندنا في البيت، يعني لما بنعوز بنجيب. يعني الاكتريه لما بتيجي تجربي حاجه بيبقى فيه مقادير في البيت؟ لا ما بجيبش حاجه من بره مخصوص يعني. قولي لي بقى، انت بتحبي الطبخ وانت عندك كام سنه؟ 11. 11 سنه. بتحبي الطبخ قوي. يعني انا بقالي كذا يوم في رمضان انا اللي بخش المطبخ لوحدي. ماما بتسيبك تخش المطبخ لوحدك؟ بتعرفني بس انا بعمل ايه وبعد كده تسيبك. ساعات انا بقترح عليها الاكلات، بتعلم منها برضه. قولي لي مين اللي علمك الطبخ يا فرح؟ لا ماما يعني وراثه من جدتي. جدتك؟ يعني جدتك كمان بتقول لك اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا. بس كده خلاص. هتعملي بقى ايه تاني؟ حطها في الكيس الحراري. كيس حراري وتدخل الفرن، بس نخرمه على درجه حراره 200 لمده ساعه الا ربع او لحد ما تستوي يعني، بس نخرم الكيس عشان ما يفرقعش. كيس حراري. الله، ده على الموضه ده كمان. بيحطوا فيه الاكل وتربطوه تحطوه في الفرن. هينفع في فرن ده ولا عاوز فرن اهدى؟ لا عادي ينفع. ينفع يعني اولع لك الفرن؟ ماشي. هو لو ما فيش كيس حراري عادي بنحطها في صينيه، بس بنلفها بورق فويل ونخرمه برضه عشان البخار يطلع منها. طب اولع لك انا الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. استني يا اختي لحسن ده ما فتحوليش الانبوب. افتحها انا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النار بقى يا فرح نص نص ولا هاديه ولا ايه؟ يعني على نص نص. يعني في الهادي. ماشي. اهو هنحطها في صينيه. انا هحطها في كيس حراري في صينيه. كيس حراري في صينيه. وريني يا اختي. يا صلاه النبي احسن. هو ده اللي هتطبخي فيه؟ تستوي حلوه على فكره. في قلب ده؟ هنشوف يا ما لسه غاليه هتشوف. استنى اجيب لك صينيه. استني يا اختي استني. خدي اهو. ولا هتحطي ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه خالص؟ لا. هي كده على ابوها جوه الكيس؟ ممكن حتى احط حبه ميه صغيرين، بس انا ما بحطش يعني، هي بتستوي كده، بس بخرم الكيس بالشوكه عشان ما يفرقعش. عشان ما يفرقعش. وهي تستوي كده عادي زي الفل. طب وبقيه الخلطه اللي وقعت دي هنعمل فيها رشاها عليها من جوه؟ طب ما احنا ممكن جوه الكيس نرجها كده؟ ما انا بس حطيتها في بول عشان تتخلط كويس. قولي لي بقى، المدرسين عندك بقى في المدرسه مين بقى مثلك الاعلى؟ لا هما في ناس كتير الصراحه، يعني المدرس هو اللي بيحبب الماده، الناس يعني بيحببني في الماده، في ناس كتيره قوي يعني.
مدرسين العربي وبرضه الماس. طب زمان كان في المدارس في حاجه اسمها التدبير المنزلي. ما عندنا اقتصاد دلوقتي. دي بتدرسوها دلوقتي التدبير المنزلي ده؟ في ابله بتاعه التدبير المنزلي اللي كانت تعلمنا الكروشيه. ممكن تربطيها؟ هاتي يا حبيبتي، هاتيها لي انا اربطها لك. كانت تعلمنا الكروشيه وكانت تعلمنا الطبخ وكنا المربات والحاجات دي. بنعمل ساعات كيكه وتعلمنا التريكو والكروشيه وكده. انا قلبتها لك جوه بعضيها اهي. اربطه لك رابطه بقى ما فيهاش هوا، صح؟ كده بس هو خرمه بالشوكه كذا خرم. بس خدي انت خرمي يا اختي على ايه، على عدل ايدك. امسكي، استني اجيب لك شوكه. قولي لي بقى، ماما ما بتخافش عليكي لما بتخشي المطبخ وتولعي فرن وتطبخي؟ بتسيبك كده تعملي اللي انت عاوزاه؟ تبقى معتمده عليا. معتمده عليكي بس انت طبعا بتحرصي. لا ما ببوظش حاجه يعني. بتحاولي تحرصي، ولو في نار ولا في اي حاجه بتبعدي عنها وتنتهي لحد كبير. بس يعني ما هو انا مش بقرب منها قوي يعني، هي عادي بقعد اقلب الحاجه لحد ما تستوي. طب تقولي ايه للاطفال اللي زيك ان هم ما يجوش جنب النار ولا يعملوا حاجه فيها كبريت ولا اي حاجه طول ما مامتهم مش موجوده؟ لا ما يعني هي تقفل الغاز كويس. تقفل الغاز كويس. طب انا ماما لما في الفرن على كده. طب قولي لي يا فرح، دي تاخد وقت قد ايه؟ يعني ساعه الا ربع ساعه كده. ساعه الا ربع ساعه جوه الكيس ده؟ زي الفل. عشان انت كده جبتي لي واحده كده مطبوخه جاهزه. عشان دي بتاخد وقت. تمام. قولي لي بقى هتعملي لنا ايه تاني؟ هعمل السينابون. الايه؟ السينابون. الله عليكي يا سينابو، سينابو وسيبو. دي حاجه حلوه صح؟ اللي هي عجينه القرفه، دايما بيقولوا عليها كحكه القرفه. عشان هي ما بتتعملش غير بالقرفه والزبده. صح؟ طيب هي ليها كذا نوع من الصوصات، هتعمليها باي نوع؟ هعمل بصوص الجبنه. بصوص الجبنه والكراميل. بالجبنه والكراميل زي الفل. ماشي، هاتي الحاجات دي بقى وانا اجيب لك المقادير. الله على السينابون. انت تعرفي ان السينابون ده اصلا بلده ايه؟ لا. ايه؟ ما تعرفيش خالص؟ ما تعرفيش اول بلد عملته؟ لا. ايه؟ طب اتعلمتيه فين؟ لا جبت طريقته من على النت. من على الانترنت. طب اول ناس عملوا كحكه السينابون دي عملوها في فرنسا. فرنسا؟ احنا دايما بنقلد حاجات بره. اول ناس اخترعوها كحكه القرفه دي. قولي لي بقى مقاديرها. خدي مناديل اهي، مسحي الرخامه قدامك وقولي لي بقى المقادير ايه بالظبط. هتعملي لنا مقادير على كام كوبايه؟ كوبايتين دقيق. كوبايتين يعني دول مقادير كوبايتين دقيق. الله ماشي. ايه المقادير بقى قولي لي؟ بس اجيب الدقيق. هاتي الدقيق قولي لي. هنا في كوبايتين دقيق. وعليهم ربع كوبايه سمنه نجيبها لي. عاوزه ربع كوبايه سمنه. حاضر. وعليهم بيضه. وبيضه. وعليهم فانيليا رشه واحده ورشه ملح. تمام. ودي العجينه. ومعلقه كبيره خميره فوريه. ومعلقه صغيره بيكنج باودر. و ايه تاني؟ والسكر يعني ونص كوبايه سكر. ونص كوبايه لبن دافي. طيب دي المقادير. هتحط كله على بعضه عشان بس نعجن. طيب هنطلع فاصل ونرجع نعجن العجينه ونشكلها. ماشي. تمام. هناخد فاصل وراجعين. رجعنا تاني بعد الفاصل ومعانا فرح هتعمل لنا العجينه. يلا يا فرح بقى عجيني. المفروض ان انا احط مع اللبن يبقى فاتر، احط معاه الخميره والسكر واسيبهم ورشه الملح واسيبهم شويه، ولما يتخمروا شويه بعد كده احط عليهم يعني تربي لها خميره. احنا كنا زمان نقول ربي خميره. عايزه معلقه؟ حط سمنه. خدي. يعني نربي لهم خميره نحطهم على بعض ونسيبهم. بتساعد في يعني ان هي تتخمر اكتر. حط السمنه. الله. طب قولي لي يا فرح بقى، هو دخولي المطبخ ما بيعطلكيش ان انت تذاكري ولا حاجه؟ لا انا يعني ما بدخلش كتير في الدراسه قد ما بدخل في يعني في الاجازه. تمام.
حطي بقى البيضه، يلا عجني. نشوف بقى استاذ عصمت. استاذ عصمت، مساء الجمال، يا مساء الحب، يا مساء فرح الجميله. ازيك يا غاليه؟ ازيك يا استاذ عصمت؟ صباح الفل والهنا. دايما كده بصي، دايما تجيب لنا الافراح والاطفال الجميله اللي اتمنى كل الاطفال تبص على البرنامج ده عشان تتعلم الطبخ الصح والطبخ الشعبي والطبخ المتواضع اللي هو بتاع المصريين كله. ما فرح هي اتعلمت وجات لنا ايه؟ ده جايه لنا متعلمه جاهزه. لا ما شاء الله عليك يا فرح. ازيك يا فرح؟ الحمد لله. انت في سنه ايه يا فرح؟ سنه 6. ما شاء الله ما شاء الله عليك. انت اللي متعلمه بقى الحاجات دي من الحاجه غاليه ولا ماما اللي معلمها لك بقى؟ ماما والحاجه غاليه. ماشي، بتحب المطبخ انت بقى شكلك كده. ربنا يخليك يا بنت لاهلك، ودايما كده في تقدم، واهم حاجه الدراسه بتاعتك. ربنا ان شاء الله يوفقها يا استاذ عصمت. ده يعني شوف بسم الله ما شاء الله عليها. ما شاء الله. لا طباخه هايله دي بقى غاليه. اه كل سنه وانت طيبه يا غاليه، وكل المشاهدين طيبين، ويا رب يعود الحب على الناس كلها. وحاجه جميله ان انت، عايز اقول لك حاجه غاليه. النهارده كنت رايح اصرف المعاش، فلقيت واحده بتقول له هو انت الاستاذ عصمت بتاع الست غاليه اللي بتاع الست غاليه؟ لقيت فيه مظاهره كبيره جدا في البوسطه على الاستاذ عصمت والست غاليه. ربنا يديك طول العمر يا استاذ عصمت. الله يخليك. ده انت ليكي شعبيه في جميع المناطق الشعبيه يا غاليه وفي كل حته. بيوصلوا لك السلام كلهم يا غاليه، بتوع القلعه وبتوع البوسطه وبتوع كل الناس يا غاليه. ربنا يخليك يا استاذ عصمت، كل سنه وانت طيب. بتشغل برنامج الست غاليه. ربنا يخليك، تسلم لنا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، ودايما بخير، وسلامي لكل القصد، وسلامي بقى للحبيب الغالي اللي ربنا يجيبه بالسلامه. اللهم امين. تسلم لنا يا استاذ عصمت، الف سلامه. انا بعمل لك صوص كراميل. ده صوص كراميل انا كنت عاملاه تقريبا يمكن من شهر. فاكره انا كنت عامله صوص كراميل هنا من شهر. هو عندي في الثلاجه، وكل لما بعوز باخد واسيح منه كده زي ما انت شايفه كده على النار. فصوص الكراميل ده سهل ويقدر اي حد يعمله ويتحط في ثلاجه. انا هنا كان المفروض بس اسيب شويه لبن للصوص، بس هي صوصت مني شويه. مش مشكله، هي كده بقى العجينه هنسيبها تخمر صح؟ انت عامله لنا عجينه جاهزه. بس المفروض تبقى ناشفه شويه. ماشي، خدي بقى العجينه الجاهزه اهي وشوفي هتفردها ازاي. يعني الله عليكي. دي بقى نسيبها تخمر لحد ما تبقى زي الشكل اللي معاكي. تمام؟ تمام. الله، ورينا بقى شكلها كده. هتلمي لك كل الحاجات دي عشان تعرفي تفردي. الله، مدام هند. يا استاذه هند. ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ست غاليه. ربنا يخلي لك فرح القمر الجميله ويبارك لك فيها. الله يبارك لك يا فندم، الله يبارك لك، شكرا لذوقكم. ربنا يخليكي وتسلم. الله يخليك يا فندم. هي غاويه والله، هي غاويه المطبخ وغاويه وبتحب تخترع وبتحب تخش كتير. اختلفت انا وهي كتير، وبعد كده قلت خلاص بقى سيبها يعني. لا سيبيها دي شاطره وما شاء الله عليها. بس هي ما بتتعبكيش بقى؟ ما بتصممش على حاجه معينه الكلام ده كله؟ لا بنتخانق كتير، بس في الاخر هي بتمشي كلامها بصراحه، لان هي يعني بتكسب في الاخر. بس بتساعدك برضو في البيت، يعني الامر ما يسلمش. لا والله، في يوم في رمضان ما دخلتش خالص وهي اللي عملت. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها يا رب. ربنا يبارك لك الله فيها. يبارك لك، الله يبارك لك، وشكرا ان انتوا استضفتوها بجد، والله فرحانه جدا. ده هنا منورانا ومشرفانا. لا والله هي حاولت كتير، وعلى فكره من نفسها يعني انا ما اتدخلتش خالص. لا هي منورانا ومشرفانا. تبعت رساله على الصفحه لحد ما حضراتكم ردتوا عليها يعني. الله يخليكي، ده هي على راسنا من فوق، وربنا يبارك لك فيها. تسلمي لنا، شرفتينا. شكرا يا ست غاليه، شكرا يا فندم. الله يخليكي، تسلمي. يلا كده يا فرح اساعدك. انا خلاص فردتها، بس هي افردها كمان. الله. طب بصي، انا عملت لك الصوفه، اجي انا افردها لك، ايدي جامده شويه. ماشي. طيب تعالي انت مكاني. بسم الله. هو احنا بناخد من نص على بره. من نص على بره اهو. بصي كده عشان بس تبقى كل الاطراف زي بعضيها. اهو من النص على بره اهو. هتحضري لي بقى القرفه، انا هساعدك شويه. حضري بقى القرفه والزبده. تعملوهم معجون واحد ولا بترشوهم فوق بعض؟ بترشوهم فوق بعض، والزبده بس تبقى الاول عشان الخلطتين دول يمسكوا في بعض. طيب بس خلاص كده. هو كده سمكها يا دوبك كويس عشان يتعمل رول. يلا اساعدك. عايزه معلقه بس. طيب دهنيهم بقى فوق بعضيهم. انا عملت لك الصوص، خدي. اعمل لك صوص الجبنه. صوص الجبنه ماشي. ها ماشي تمام. وريني
سكر بودره. صوص الجبنه انت عاملاه حاطه له زبده؟ لا مش زبده، هو لبن. ولبن وجبنه مثلثات. لبن وجبنه مثلثات وبس، وسكر بودر بس. وسكر بودره. تضربوهم في الخلاط مع بعض ولا بتسيحوهم على النار؟ لا ولا ده هي عادي يعني، يعني بضربهم في يعني في ايدي او في بايديكي. طيب انا بعمله لك اهو. طيب هو بقى قولي لي بس، اشرحي لي بس، انت بتعمليه رول؟ بعمله رول، بيدخل الفرن. وبقطعه بس بيخمر بعد كده بنص ساعه، وبعد كده يدخل الفرن. تمام. وعلى درجه حراره 180 تلت ساعه، نص ساعه تلت ساعه. طيب بصي، طبعا احنا لسه انت بتقولي الفراخ دي ساعه، هي عماله تطشطش اهي، فانت عامله لنا حاجه قبلها شكلها جميل قوي اهي، بتطلع شكلها حلو. دقيقه واحده بس ابص على الفرن واظبطه. الله، لسه شويه، نوطي من هنا ومن هنا اهي، وتحطي القرفه وتعمليها اللي هو الرول بقى. بس هي فكره حلوه قوي ان انت قادره ان انت تخشي المطبخ بقى وتظبطي بقى كده. ما عملتيش حاجه حلوه للمدرسين بتوعك في المدرسه؟ لا ما بطبخش في المدرسه عشان في المذاكره بقى. ما حدش قال لك ادوق اي حاجه؟ لا في ناس داقت، بس بقى ماما عشان شغاله في نفس المدرسه اللي انا بروح فيها. يعني بتاخد لهم اللي انا بعمله، او ساعات بتقابل صحابها يعني وتديلها. تمام كده، تمام كده، احنا خلصنا. نبرم الرول، يلا على مهلك. شاطر، برافو عليكي. السكاكين بقى عندك، وابتدي بقى ايه، يتقطع ويتحط في صينيه، الصينيه اللي هيتخبز فيها لانه ما بيتنقلش. تحط على ورق زبده او ندهن الصينيه زيت عادي. بس عايز السكينه اقطعها. خدي السكينه اهي يا استاذه سماح. يا استاذه سماح. ايوه مدام غاليه. اهلا بيكي يا ست سماح. عامله ايه؟ الحمد لله بخير، كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. شوفي بقى معانا فرح بقى النهارده عامله لنا اكل جميل ازاي. منوره الشاشه، ربنا يخليها. ايه رايك بقى في الاكل الحلو اللي هي عاملاه ده؟ خدي رستي. منوره الشاشه والله. هنا زيت بس. عاوزه زيت؟ خدي. ان شاء الله تسلمي يا حبيبتي. شوفي بقى هي بتفكر وما بصي كل حاجه تفكرها تحب تشتغلها. والله ربنا يحميها يا رب. قاعدين بنتعلم منها. ربنا يديك الصحه. وشوفي بقى صوص الكراميل اللي احنا عاملينه بقاله شهر، بصي ما بيقطعش وعامل ازاي. اعمليه وحطيه في الثلاجه اهو. اعمليه وحطيه في الثلاجه يقعد معاكي شهور. ربنا يقويك يا رب، احنا بنحبك قوي والله، وماما بتتفرج عليك على طول. ربنا يخليكي، تسلمي يا ست الكل، شرفتينا. مع الف سلامه. بصي يا فرح، انا هحط لك بقى الصوص الكراميل على ده اهو. هو ممكن طبعا يحطوا مكسرات وعين جمل والكلام ده كله للي يحب، صح؟ اهو. والباقي تحطي بقى اللي هو فيه كام صوص ليه؟ في صوص شوكولاته بيبقى عباره عن لبن وشوكولاته. وفي صوص الجبنه، وفي صوص القرفه بيبقى برضه عباره عن لبن وقرفه. القرفه. الله. بس كده خلاص. ده ممكن نحط له بقى سوداني او اي حاجه؟ عادي. تمام. طيب هاتي التاني بقى، حطي له انت صوص الجبنه، وانا احط لك على ده شويه سوداني كده. خدي. يقعد بقى في الفرن قد ايه يا فرح؟ تلت ساعه نص ساعه. يقعد تلت ساعه او نص ساعه، بس لازم يخمر تاني. لازم يخمر قبل ما يدخل الفرن. لازم يخمر، يبقى الحته دبل. يعني لو هي كده لازم تزيد قد حجمها. تمام. بصي اهو، اللي بقى مش عنده عين جمل ممكن يحط سوداني زي ما احنا حاطين كده، بيبقى طعمه جميل وحلو. وده بالجبنه. وده بالجبنه. الله، تسلم ايدك وتسلمي. وانا بشكرك جدا 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 على ذوقك وعلى الحاجات الحلوه اللي انت عملتيها دي، وبشكرك قوي 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 يا فرح، وكل سنه وانت طيبه. ونفسك بقى تطلعي ايه؟ مذيعة برضه برامج طبخ.
يعني عاوزه تبقي شيف مذيعه برامج طبخ. ما تخليكي زي غاليه كده غلبانه. ما انا زي حضرتك. يعني خليكي غلبانه وسيبي المذيعات لحالهم. خلينا احنا في الكوسه والملوخيه والفجل والكلام ده كله. ايه رايك؟ بس ان شاء الله تطلعي من احسن الناس وربنا يوفقك. شكرا ليكي. بشكر كل حبايبنا على شاشه القاهره والناس. والنهارده احنا عملنا سلطه الفجل اللي هو الفجل ده، وقلنا هنطبخ منه. انا سبت واحده علشان ان شاء الله نطبخ منها ونشوف حبايبنا في الصين وبيعملوها ازاي، فهنشتغل منه اكله كمان او اكلتين. عملنا القطايف المحشيه بالكريمه، الحشو ممكن تعملوه على حسب ما تحبوا. فرح عملت لنا اجنحه الفراخ بالتتبيله الصيني اللي هي تتبيله فرح. عملت لنا السينابون بالصوص الجبنه وبالكراميل. والكراميل زي ما قلت ده بقاله عندنا شهر احنا عملناه مع بعض، لو تفتكروا ترجعوا للصفحه. تحطيه في برطمان وتحطيه في الثلاجه، وقت ما تحبي تعمليه تسيحيه على النار هاديه قوي في دقيقه تستعمليه لاي حاجه، ودي حاجات بتبقى في البيت كويسه. اشوفكم على خير ان شاء الله بكره. وحبايبنا اللي بيشافوا الفزوره وعجبتهم يا ريت تحلوها عشان تاخدوا الفرن. الرقم حطوا الرقم، يعني 1 2 اختاروا الرقم وحطوه. وان شاء الله اشوفكم على خير وسعاده ومع الف سلامه في حلقه جديده وضيف جديد في مطبخ غاليه. وكل سنه وانتم طيبين. الف سلام وتحيه. الروح ومغذية، حلاوة الأكلة الشعبية بترد الروح ومغذية، يا حلاوة الأكلة